يلا 1 2 3 احنا رايحين كوريا. Hi mochis! Annyeong! Welcome back or welcome to my channel if you're new. أيوة في هذه الفلوج هقول لكم أنيونج أو أنيوسيو. ليه بقى؟ لأن أنا مش مصدقة إن أنا بصور لكم الفلوج دي. والله أنا لحد دلوقتي مخي ليس مستوعبا أننا سنذهب إلى مش أنا اللي هقول لكم، أنا هجيب لكم حد تاني يقول لكم. هاي موتشيز معاكم أنيون. 안녕하세요. جماعة أخيرا والحمد لله بعد عناء. احنا بجد أنا وهلا نفسنا نروح كوريا من سنة 2018 مثلا حاجة زي كده، فاحنا حاليا في 2024 واحنا جايين نقول لكم من المستقبل انه كل حاجه ان شاء الله هتتحقق. اي حاجه نفسكم فيها، عايزين تروحوا كوريا، عايزين تروحوا اليابان، عايزين تروحوا مدغشقر، I don't know، نفسكم تعملوا حاجه تانية مش سفر عامه، عندكم حاجتين تعملوها. يعملوا ايه؟ يشتغلوا جامد على نفسهم ويسعوا ويدعوا ربنا، وهو ربنا بقى هيحقق لكم الحاجه دي في الوقت المناسب ليكوا انتوا، لو هو شايف ان هي خير ليكوا طبعا. فما تيأسوش، كملوا. اي بنت بتتفرج علينا او ولد I don't know، اي حد نفسه يروح كوريا هتروحوها ان شاء الله، بس انتظروا الوقت المناسب. المهم هناخدكم معانا بقى في الفلوج. الساعه دلوقتي قولوا مثلا 7 إلى تلت الصبح، عشان احنا لازم نتحرك من اسكندرية نروح للقاهرة، فدي أول سكة سفر لازم نعملها. فيلا بينا نتحرك دلوقتي وهوريكم الأوتفيتات بتاعتنا بتاعت المطار. وده الأوتفيت تشيك. أنا لبست الست الخضرة دي لأن هي بجد أريح حاجة، بنطلون بأستك واسع مريح، ولبست this مش عارفة بتسموه ايه يعني برضو، عشان في المطار بيقلعونا الجزم، فدي أسهل حاجة. يلا بينا توكلنا على الله. الله سميع عليم. هاي جايز، احنا حاليا كنت هقول عملنا تشيك ان ما عملناش تشيك ان. احنا وصلنا المطار الحمد لله. اخدنا رقم كياسي من اسكندريه للقاهره الحمد لله. السكه كانت فاضيه، بس احنا دلوقتي وصلنا المطار. استنوا اوريكم. هذا هو المطار. المفروض بنعمل بوردنج في دول المكاتب دي، بس عشان احنا وصلنا بدري شويه فلسه الجيت بتاعتنا ما فتحتش، يعني اللي هنسلم فيها الشنط وكده. قاعدين بقى مستنين، فكل ما يكون في ابديت هابديت. احنا رايحين دي شانغهاي، رايحين الصين يا جماعه. اظن الطابور واضح قد ايه احنا هنقف كتير. بص مش عارفه الطياره هتبان ولا لا، ممكن تلاقي. خلاص خلصنا رايحين. استني صورك عشان لولو. هاي لولو. يلا بينا وصلنا يا جماعه اللاونج. الله الطيارات شكلها حلو. تعالوا اول نروح ناكل عشان انا جعانه. يلا بينا. هو ده ايه اصلا؟ بوتيتوز. مش عايزه بوتيتوز، ممكن اخد تشيكن. تعالي احط لك معايا ولا تعملي انت طبق لوحدك؟ هتيجي معاكي. عايزه تشيكن ساعة هنسخن. ممكن نبقى نسخن. ماشي واحدة. ايه عايزه بيضه؟ لا مش عايزه بيضه. الساندوتش مش عارفه دي حراقه. فرايد هوت دوج، مش عارفه نغامر بالهوت دوج ولا ايه؟ بلاش. ها احنا على سفر. ده ايه؟ بانكيك في توست تحت، في مايكرويف. يلا احنا في الاخر واخدين تورول بس ريحته حلوه. تعالوا نعمل ريتنج للتشيكن بتاعه اللاونج. هي شكلها حلو بصراحه وريحتها احلى. هي تورتيه بالتشيكن والجبنه. بسم الله. حاساها سخنه بس. والله حلوه صراحه يا جماعه. اللاونج كتير حلو. تعالوا اوريكم الطياره دي، عجباني قوي، بتاعه الامارات.
مش عارفه شايفينها اللي هي دي دورين which is so cool. هاي أصدقائي، الحمد لله أكلنا اتوضينا. تعالوا بقى دلوقتي نروح نصلي عشان نروح الجيت. Let's go. Let's go. Let's go. تقريبا التحديد بتاع الطيارة. هاي تعالوا نعمل لكم روم تور، بس هي طيارة تور. أول حاجة عندنا بطانية ومخدة بتاع أهم حاجة الشباك صراحة يعني، بس الطيارة بدأت تتحرك، فهنقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. جماعة الطيارة فيها حاجة كول قوي، إنه في كاميرا حقيقية في الكاميرا. يعني بصوا، استنى هوريكم، دي الطيارة فعلا وده الفيو اللي احنا شايفينه، وده من تحت. استنوا اختار الكاميرا اللي تحت، دي تحت، ده اللي احنا شايفينه. بصوا، والاكل يا جماعة نزل. بصوا بقى، طلبنا الفراخ وهم قالوا ان كل حاجة حلال يعني. تعالوا نعمل انبوكسنج مع بعضينا. انا مش قادرة ابص تحت قوي عشان الطيارة بتتهز جامد، عشان في turbulence يعني دلوقتي. انا بصور وانا مش شايفة. قالوا لنا حطوا الحساب. اوكي يلا نكمل. في فراخ، خضار، باستا، في كده كوكي وفاكهة، وهنا تقريبا حمص وورق عنب سو كيوت، ومكسرات. تطلبوا بقى عصير ومية وكده. وبصوا يا جماعة، ده كده الفيو بره، بس احنا قالوا لنا نقفل الشبابيك يعني، بس ده اللي احنا شايفينه او ده اللي احنا فوقيه. تعالوا نجرب الفاكهة. جماعة بصوا الفيو، دي بجد الطيارة وده الفيو اللي احنا المفروض شايفينه. بصوا بجد الكلاودز وكل حاجة، سبحان الله بجد. جماعة صراحة الحمام حلو جدا ونضيف تحفة، عجباني قوي الإضاءة. أصدقائي بصوا، عدى بالظبط نص الوقت، فاضل 5 ساعات وعدى 5 ساعات، فلسه فاضل نص الوقت. وعدوا دلوقتي علينا ادونا ساندوتش، وانا الحمد لله عرفت انام. دي حاجة عمرها ما حصلت في طيارة ان انا اعرف انام، فالحمد لله. يا جماعة بصوا في برق هناك قدام، شايفينه؟ النور اللي هناك البعيد ده. سبحان الله. يا جماعة انا فجأة قاعدة ولا بيا ولا عليا، ببص من الشباك لقيت انوار انوار انوار، اتخضيت. بعدين طلع رعد، بجد سبحان الله سبحان الله. اول مرة اشوف منظر زي ده، الرعد من فوق. اوكي يا جماعة، ما
كنتش عارفه، انا كنت فاكره ان هو في ميل واحده بس في الرحله دي كلها، بس اكشلي طلع انه في وجبتين. فنزلوا لنا دلوقتي الوجبه التانية، انا اخترت فراخ ورز، كل حاجه حلال فما تقلقوش. في سلطه واي ثينك دي كاروت كيك ده شكلها، وبتختاروا الدرينك اللي انتوا عايزينه. وهي الاكل اصلا طعمه حلو قوي عايزه اقول لكم. نزلوا العجله، ده الفيو بتاعنا حاليا. جماعة احلى حاجة في مطار الصين عاملين كده خانة للمية ببلاش. برافو برافو لولو، نايس. احكي لكم بقى مأساتي، لان طبعا انا عارفه اصور لكم ولا حاجه. احنا ايه في طياره الصين حصل معانا افيه جميل جدا. اللي حصل ايه بقى، احنا كنا في الصين، يعني احنا وصلنا الصين، بس عارفين الصين كبيره قوي، يعني كان قدامنا ايه 4 ساعات ونوصل، 3 ساعات ونص، 3 ساعات ونص 4 ساعات ونوصل. فجاه احنا اصلا كنا واقفين وكنا بنجيب حاجات ناس كتيره، يعني اللي في التويلت واللي بيتحرك، عارفين بقى في الطياره ناس تتحرك كده. فجأة لقينا الطيارة عمالة تتهز جامد جدا وتنزل جامد جدا. دخلنا إعصار حاجة زي كده يعني. ففجأة بقى قعدوا يقولوا له واقف يقعد، وكل حاجة اتقلبت بقى. طبعا احنا ايه اتجننا بقى. انا طبعا يعني ما عنديش مشكلة في الطيارة، بس ان حاجة زي دي تحصل طبعا كلنا خوفنا بقى وترعبنا ودمي اتشفط طبعا، مكنتش قادرة بقى. فطبعا معرفتش اصور لكم اي حاجة، الموضوع كان مخيف جدا، وقعدنا في الموضوع ده نص ساعة مثلا حاجة زي كده. الطيارة مش مظبوطة، عمالين اللي هو يقعدوا بيتكلموا طبعا صيني قبل الانجليش، عارفين كده تحس ان الدنيا اللي هو حد يقول لي حاجة انا مش فاهمة حاجة. الموضوع كان مرعب بجد. فطبعا ده اصلا صفلنا دمنا كلنا. وعقبال بقى ما وصلنا الصين اصلا كان في مطبات هوائية كتير، فيعني الطيارة في الاخر ما كانتش احسن حاجة، بس هي الطيارة ذات نفسها حلوة والطيار شاطر جدا. يعني هي طيارة تحفة، يعني تشاينا ايسترن حلوة جدا، سيرفيس تحفة، كل حاجة تحفة. بس يا أصدقائي المهم كانت الطيارة طبعا لخبطتنا في الآخر. وصلنا مطار الصين برضو كله بيتكلم صيني، فانتوا اللي هو انتوا مش عارفين تعملوا ايه. في حاجات مكتوبة بالانجلش، بس عشان احنا نازلين صين ترانزيت بس، يعني مش هنطلع الصين، فعشان تروحوا لحتة الترانزيت واللي هو انا رايحة كوريا وناس رايحة مش عارفة، لخبطة كتير. المهم وصلنا في الآخر للحته اللي المفروض ناخد منها بقى التيكت بتاعت كوريا. طابور، احنا وقفنا ايه ساعتين مثلا في الطابور ده، ساعه ونص ساعتين واقفين في طابور ومش عارفين نقعد طبعا عشان طابور ثالث طابور رابع. بنتنقل كل شويه من طابور ده لطابور ده، حاجه اشكال ما عرفتش اصور لكم ولا حاجه طبعا، عشان اصلا مش قادره، انا مش عارفه انا صاحيه ازاي اصلا. المهم ان احنا دخلنا دلوقتي طياره كوريا. لاست ديستنيشن. يا رب يا رب بس نوصل بالسلامه يا جماعه، عشان ايه ادعوا لنا بس نوصل، عشان ايه خلاص انا مش قادره اصلا، يعني مش قادره اطلع على طياره تاني. نفسي افضل في الصين بس، يعني ما علينا، انا هقفل بقى عشان الناس كلها بتتفرج عليا. الطياره دي حلوه عشان 2-4-2، يعني مش صغيره الحمد لله. وهي برضو تشاينا ايسترن، يعني نفس الشركه. وانا قاعده جنب الجناح، عندي شباكين، 1 و2، بس انا مش شايفه منه قوي يعني، بس ماشي. انتظريني يا كوريا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ليتس جو. انتوا طبعا شايفين طاقتي عاملة ازاي، مفيش طاقة. جماعة تعالوا اقول لكم معلومة بتضحك جدا في موضوع السفر ده. احنا اتحركنا من مصر اسكندرية الساعة 6:30 الفجر يوم 17. اوكي، احنا دلوقتي الساعة 9 الصبح يوم 18، يعني احنا عدينا يوم كامل كده في 10 ساعات. تايم ترافل. نزلوا لنا يا جماعه وجبه، بس سالتها حلال ولا لا، قالت لي لا ده اصلا خنزير. فصراحه انا مش هاكل، ممكن الكيكه بس،
والشاي، وده برضو ادهولنا زي لب يعني متقشر، فممكن ده والشاي. بس داخلين على جيجو يا جماعة، جيجو ايلاند. اللي عارف كوريا اكيد عارف جيجو ايلاند. واخيرا بسمع كوري مش صيني. دماغي ان شاء الله بتقول ان احنا وصلنا. 保持安全带系好，直到安全带指示灯熄灭。Welcome to Incheon International Airport. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign is off. The train will be arriving shortly. اوكي اصدقائي، ابديت عشان انا ما لحقتش اعمل لكم اي ابديت من ساعه ما نزلت. بتنزلوا بتخشوا الجوازات يختم لكم الباسبور مش عارفه ايه، وتاخدوا الشنط وخلاص، وبتطلعوا في كده زي هول يعني اللي احنا فيها دي. اوكي، فيها كل حاجه بقى. اول بتروحوا الكونفينينس، هو سوبر ماركت يعني هنا في كوريا اسمه سي يو، هو موجود في المطار. بتجيبوا منه حاجه اسمها تي ماني كارد. استنوا اوريها. بصوا ده بيكون شكلها اتس سو كيوت. طبعا بره المطار ممكن تختاروا يكون عليها BTS وحركات وبتاع، بتبقى اغلى، بس انا محتاجاها دلوقتي عشان هستخدمها. فدي هي كارت كده بتستخدموه بس في المواصلات، باصز، مترو، سبواي، حاجات دي، وبتشحنوه برضو في نفس السوبر ماركت. بتدولهم فلوس كوري وبيشحنوه لكم، والفلوس الكوري بتقدروا تحولوها برضو هنا في المطار. كل حاجه سهله وبتخلص في ثواني، وهم اصلا لطاف جدا. وكمان رحت جبت شريحه الداتا انليميتد، فبراحتكم. ده اللي انا عملته، غيرت فلوس، جبت تي ماني كارد، وعملنا غيرنا اكسشينج يعني. وتيكت الباص بقى اللي هتوديكوا سول، لان اصلا المطار ده مش في سول. فيلا بينا تعالوا نروح نشوف الباص. هو اسمه ايربورت باص، يعني الباص بتاع المطار. بصوا يا جماعه، بتطلعوا من المطار على طول بيكون في الباصز بتوع الليموزين دول بتوع المطار. تاخدوا التيكت من جوه زي ما قلت لكم. بيكون فيه الكيوسك ده مكتوب فيه رقم الباص، يعني ده 6200، انا 6006 اللي هو ده. فهنقف بقى نستنى الباص. هو اللي جاي امتى؟ هقعد بقى استنى الباص. انا لسه شايفه دلوقتي عاملين كده يافطه كاتبين فيها كل باص هيجي الساعه كام. فاحنا بتاعنا هيجي الساعه 2:03، والساعه دلوقتي 2:07. دي يا جماعه شكل تيكت الباص ب 17,000 وون كوري. بس احسن مواصله تاخدوها من المطار احسن بقى من التاكسي والحاجات دي، بتوصلكم في نص المدينه بجد تحفه. بصوا الباصز حلوين جدا. اكيد هصور لكم جوه برضو. ركبنا يا جماعه الباص. بصوا الكراسي تحفه مريحه جدا، والباص فاضي حلو قوي. ويلكم يا جماعه لكوريا. وهيو سول ويلكمز يو. عايزه اقول لكم في زحمه عادي جدا، بس عشان في نظام فالزحمه مش مضايقه، فاهمين؟ فموضوع جميل. انا مطيه صوتي عشان في الباص. شايفين نامسان تاور؟ هو ده.
وطبعا طبعا يا بنات نهر الهان هنا برضه.